مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النيل الأزرق في كل مكان، أجمل تحية لكم من المملكة العربية السعودية. نحييكم في هذه الأمسية تحديدا من داخل السفارة السودانية، ونحن نتابع معا زيارة الدكتور عبد الحميد موسى كاشا والي ولاية النيل الأبيض للعاصمة السعودية الرياض. كونوا معنا. هذه كلمة ترحيبية بسيطة، ولن أتأخر في تقديم المتحدث الرئيسي في هذه الليلة سعادة الوالي. مرحبا بك في الرياض، ومرحبا بك في دار السودان، وأقول لك إن أبناء السودان يد واحدة، وأبناء الولاية نشيطون وهميمون، وكلهم مفعمون بالنشاط والعطاء في هذا البلد الذي احتضنهم، والذي تمضي علاقتنا معه من حسن إلى أحسن، علاقات استراتيجية. وكل أبناء السودان هنا يساهمون في البناء والتعمير، ودائما نسمع من المسؤولين الكبار في المملكة إشادة بالجالية السودانية بكفاءتها، بأمانتها، بسلوكها، بعطائها، فهذا عطاء ممتد للمملكة وللسودان. المشاهدون الكرام، ما زلنا نتواصل معكم من المملكة العربية السعودية. يسرني جدا في هذه المساحة أن أستضيف سعادة والي ولاية النيل الأبيض الدكتور عبد الحميد موسى كاشا اللي بشرفنا في العاصمة السعودية الرياض. مرحبا بك دكتور عبد الحميد في شاشة قناة النيل الأزرق، وحدثنا عن مغزى وهدف هذه الزيارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. نحن أولا نثمن على التغطية الإعلامية المتميزة لإخواننا في قناة النيل الأزرق، وهذه الزيارة تأتي إيفاء ببرنامج تم وضعه من خلال خطة ولاية النيل الأبيض لبرنامج إعمار الدار واستهداف عدد من أبناء ولاية النيل الأبيض في عدد من الدول. وزيارتنا الآن للمملكة العربية السعودية تأتي بعد زيارة كانت للكويت ولدولة الإمارات العربية المتحدة، وبدأنا قبل يومين بجدة حيث كانت انطلاقة هنالك، وتواصلت الزيارة اليوم للمملكة في العاصمة الرياض. التقينا من خلال هذه الزيارة بعدد من فعاليات النيل الأبيض وقياداتهم العلمية وخبراهم ورجال أعمالهم، وقد أعدت السفارة السودانية وإخواننا في اللجنة المنظمة برنامجا متميزا غطى تماما وحقق أهداف الزيارة من حيث العرض الذي قدمناه لهم في إطار الجهود المبذولة من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية للولاية. الناس أروع ما فيهم بساطتهم، لكن معدنهم أغلى من الذهب. عد بي إلى النيل لا تسأل عن التعب، قلبي يحن حنين أينق النجب. من كان يحمل مثلي هم موطنه يأبى الغياب ولو في الأنجم الشهب. ثارت جراحي نيران يؤججها عدو الرياح على قلبي وفي عصبي. كنا سماء تبث الخير منهمرا على البلاد كقطر الديمة السكب. وكان موطننا عزا ومفتخرا، ما هان في عمره يوما لمغتصب. وقدوة لشعوب لا تماثلنا في الحلم والعلم والأخلاق والأدب. في البداية هذه الزيارة أتت من خلال الدعوة اللي قدمتها اللجنة العليا لأبناء النيل الأبيض بالمملكة العربية السعودية ومدينة الرياض تحديدا، وذلك لتحقيق بعض الأهداف اللي بتصب في مصلحة ولاية النيل الأبيض. من ضمن هذه الأهداف أهداف اقتصادية استثمارية لترويج المشاريع الاستثمارية في مجال الزراعة، في مجال الصناعة، وفي مجال الثروة الحيوانية، وكذلك دعما للنهضة وتنمية ولاية النيل الأبيض، وكذلك احتفالا باليوبيل الماسي لبخت الروضة، وكذلك امتداد للنفرة الكبرى لأبناء النيل الأبيض اللي حتمتد من هذا الشهر إلى 2017. وهذه النفرة خاصة بالتنمية والخدمات في ولاية النيل الأبيض. طبعا ما شاء الله البرنامج حافل، وهذا اليوم المنتظر نسأل الله التوفيق، والبرنامج حافل بكل ما فيه من أجندة استثمارية
تنموية، وأيضا مشاركة من المرأة السودانية بالمهجر القسم النسائي في دعم الدورة المدرسية 26 والاحتفال باليوم الذهبي لجامعة بختار الرضا. نرحب بالدكتور عبد الحميد موسى كاشا في الرياض، وإن شاء الله تكون زيارة خير وبركة، وعندنا مشاريع واعدة بالمستثمرين لنهضة الولاية، والولاية كلها تعتبر في تقديرنا لسه فيها أماكن كثيرة تعتبر مادة خام. فهذه الولاية ومن خلال هذه الزيارة إن شاء الله تنطلق المشاريع ويبدأ الاستثمار على حقيقته. فقد وجهنا الدعوة من خلال كل اللجان للاستثمار في جميع القطاعات المنتجة بالنسبة للولاية. المشاهدون الكرام في كل مكان، هكذا تابعنا معا من المملكة العربية السعودية، تحديدا من العاصمة الرياض، زيارة الدكتور عبد الحميد موسى كاشا والي ولاية النيل الأبيض للمملكة العربية السعودية. إلى أن نلتقيكم، تحايانا أبو عبيد عباس، وائل بابدول، عبد العظيم يحيى، لقناة النيل الأزرق، العاصمة السعودية الرياض.